ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. النهارده بقى جايبه ايه؟ لحمه بس اسمها ايه، توم. دي لحمه بالثوم والصلصه اللي هي ايه، عصير طماطم. يعني عملت طش الثوم، حطيت عليه عصير طماطم واتسبكت فيها بالشكل ده. طبعا هي متسبكه بس ايه، خفيفه عشان ده توم مش بصل. ماشي. والويكا، طبيخ الويكا اللي هي الباميه. وعملت عيش، نفسي اكل اللحمه والويكا بالعيش، فعملت عيش بالسيليا. اقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الدنيا ايه. الويكا دي يا قلبي، رهيبه يا جدعان. اللحمه بصوا العيش جامد. ده عباره عن ايه؟ بص احط شكله. جبنه قريش وبيض وقشور سيليوم، بيكنج باودر، زيت زيتون، بس كده. لا لا، كان لازم الاكله دي تتاكل بعيش، كان لازم. يعني شفنا امبارح في الشارع، مالناش دعوه. جامد. انا بفكر اعمل كميه كبيره من العيش ده واخليها عندي في الفريزر، عشان مش كل يوم اعمل، لانها حلوه قوي الصراحه. بصوا، انا عندي مشكله انه انا ايه، بعلق على الحاجه فتره. يعني مثلا ممكن افضل اسبوعين باكل سمك بس، اسبوعين فراخ بس، اسبوعين لحمه بس، اسبوعين بيض بس، كده يعني. فاهمين قصدي؟ بس انا مش بغير دايما. يعني مش زي الناس مثلا اللي مقسمه تاكل مرتين لحمه في الاسبوع، مرتين سمك، مرتين فراخ. لا، نوع واحد خلاص بعلق عليه شويه. انا بقيت بقى ايه، عشان طبعا بقالي كتير في الدايت، فقلت عشان ما ازهقش وعايزه اكمل، بدات بقى انوع، اعمل عيش، اعمل حلويات، كل حاجه والدايت شغال عادي. انا مبسوطه. ممكن اوقف بعد الشهر ده، اثبت. انا قصدي اكمل 3 شهور واثبت بقى، مش عارفه، على حسب الوزن. لو وصلت خلاص، ما وصلتش نكمل عادي عادي، مفيش مشاكل. كده كده الاكل اللي باكله ممتع بصراحه. عيش، طبيخ، لحمه. مش حاسه ان انا مش محرومه من حاجه يعني. الحاجات اللي ما باكلهاش اصلا نسيتها، فاهمين؟
كل الموضوع عندي ان انا بس عايزه اثبت قبل المانجا، يعني نفسي في المانجا قوي. اول ما تنزل المانجا باذن الله، بس احنا بنستنى شويه عشان اي حاجه بتنزل في اولها بتبقى مش حلوه. وباذن الله كده هجيب لي كرتونه عشان المانجا بالكرتونه مش بالقفص. كلها معاكم. ايه رايكم في الموضوع ده؟ مين بيحب المانجا؟ جامده المانجا. عايزه اقول لكم العيش ده بيشبع قوي قوي. تخيلوا كده ان انتوا بتاكلوا بيض وجبنه قريش وقشور سريم اصلا لوحدها، لو اتحطت في يعني معلقه في كوبايه ميه بتنفش جامد، بتبقى زي بديل بالون المعده. الدكاتره بتوصي بيه جدا. هو غالي شويه، يعني الكيلو حاليا ب1200 جنيه. فهو ده مشكلته الصراحه، لو رخص شويه بس يلا الحمد لله. بس طبعا احنا مش بنعمل كيلو يعني، بس انا لو هعمل كميه اخليها في الفريزر لازم ممكن اجيب لي نص كيلو. هيبقى بكام؟ 600 جنيه صح؟ هيبقى ب 600 جنيه بس هياخد يعني ممكن ياخد معايا مثلا اسبوع 10 ايام كده. العيش ده بجد بيشبع جدا جدا، وما تحسوش فيه بطعم الحاجات اللي انا بقولها دي. يعني هو في الاخر بقى عيش مش هتحسوا بالطعم. طبعا انا كنت بشتريه بس هو كان بيبقى نافش شويه من صفحه على الفيسبوك. كنت بعمل الاوردر، كانوا بيجوا 4 ترغيفه، 4 ب350 جنيه، فبرضه يعني صعب قوي. انا بعمله طبعا التكلفه ارخص من كده، يعني متهيألي مثلا نص التكلفه دي. ممكن يكونوا مثلا ال4 ترغيفه ب150 جنيه، فطبعا في فرق. وسهل، طلع الموضوع مش حوار، ده هو كله في اسمها ايه، في الكبه. بحط الحاجه مع بعض، بدخلها الفرن، شكرا. اسهل حتى من الحاجات العاديه اللي هي الفينو والكايزر والكلام ده، اسهل منه اللي هو بالدقيق يعني. الحمد لله انا شبعت جدا جدا بجد. بص يعني الصراحه كميه اللحمه كبيره، انا اكلت كتير بس مش قادره اكمل. الحمد لله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا. اشوفكم في الفيديو.